ليه نادي الزمالك بيصحى كل يوم على قضية جديدة في الفيفا؟ وليه في أندية كتير اختفت من على الخريطة وأندية بتنزل للممتاز به وما تطلعش تاني؟ النهاردة هنتكلم عن السر اللي بيخلي أندية أوروبا هي واقفة على رجليها لحد دلوقتي، والسبب اللي بيخلي الأندية المصرية بتقع واحد ورا التاني. الإجابة بتتلخص في كلمتين: السيستم المالي أو سقف الرواتب. أهلا بيكم في حلقة جديدة، يلا بينا. بس ما تنساش تدعمنا بفولو وتكتب رأيك في الكومنتات وتروح على اليوتيوب تتفرج على الحلقة كاملة، لأن الحلقة هتنزل كاملة على اليوتيوب ولينك اليوتيوب في أول كومنت. في نظام في أوروبا اسمه نظام سقف الرواتب. يعني إيه بقى يا سيدي نظام سقف الرواتب؟ أنا هشرحه لك بالتفصيل. مثلا نظام سقف الرواتب في أسبانيا، رابطة الليجا الإسبانية بتيجي يا سيدي بتقول لأي نادي من الأندية: تعالى تعمل إيه؟ تجيب ميزانية النادي، إيرادات بيع لعيبة، إيرادات بس كل حاجة تخص ميزانية النادي، سواء برشلونة ريال مدريد اي نادي في الليجا الاسبانيه، وتطرح من الميزانيه بتاعه النادي المصاريف والديون، والباقي بيكون هو الرواتب الصالحه علشان تسجل بيها لعيبتك. يعني مثلا هديك مثال على مثلا نادي برشلونه، سقف رواتب برشلونه في الموسم ده 423 مليون يورو، لكن سقف رواتب ريال مدريد 700 مليون يورو. ده لان في اختلاف بين برشلونه وريال مدريد في ميزانيه النادي، يعني ريال مدريد بيكسب اكتر فعنده الفرصه انه يسجل لعيبه اكتر او يدفع رواتب اعلى من برشلونه. وعشان كده كان برشلونه بيواجهوا مشكله كبيره في تسجيل اللاعبين، لان هناك السيستم اصلا بيجي عند الرقم المطروح من الميزانيه بتاعتك، واول ما الرقم ده يخلص على طول السيستم بيوقف اي لاعب ممكن يسجله برشلونه، زي ما شفنا في صفقات كتير لبرشلونه كانت بتقف علشان خاطر خلاص السيستم وقف. في انجلترا بقى يا سيدي النظام مختلف تماما. في انجلترا مسموح لك انك تخسر 105 مليون في 3 مواسم. خسرت اكتر من الرقم ده بحاجه بسيطه على طول بتتعرض لغرامات وممكن كمان خصم نقاط. شفنا خصم نقاط لفريق زي ايفرتون وخصم نقاط لفريق زي نوتنجهام فورست، وده علشان خاطر الفريق خسر اكتر من الرقم المطلوب خلال 3 سنين. يعني 3 سنين بتخسر فيهم ازيد من الرقم ده على طول بيطلع عليك قضايا وغرامات وممكن خصم نقاط. لو جينا نطبق القرار ده في مصر هنلاقي فريق زي الزمالك عليه 15 16 قضيه، وده سببها ايه؟ سببها الديون. جوزيه جوميز اشتكى الزمالك، كريستيان جروس اشتكى الزمالك، فرجاني ساسي، خالد بوطيب، لعيبه كتير ومدربين كتير اشتكوا نادي الزمالك في الفيفا، والمديونيات وصلت لملايين الدولارات. طب لو كان عندك لعب مالي نظيف او سقف رواتب، ايه اللي كان هيحصل؟ كان نادي الزمالك اساسا اتمنع انه يتعاقد مع اي لاعب من اللعيبه دول، انه خلاص وصل للحد هيتجاوز الحد بتاع الفلوس اصلا. فعلشان كده اللعب المالي النظيف او سقف الرواتب مهم جدا انه يتطبق في مصر، هيحمي اللاعب ويحمي المدرب وهيخلي النادي ملزم انه يبص لميزانيته، وعمره ما هيفكر ما يتعاقد مع لاعب بقيمه ماليه عاليه الا ما يسدد اللي عليه. ده بيحصل في اوروبا. علشان كده في اوروبا الانديه ناجحه، وهنا في مصر الانديه في الديون في الديون في الديون، والفيفا باب الفيفا كل يوم بيخبط عليه شكوى جديده من نادي مصر. وده اللي تسبب في انهيار انديه كبيره مصريه جماهيريه ضد انديه الشركات. يعني فين طنطا، فين الترسانه، فين الاولمبي، فين جمهوريه شبين؟ الانديه دي انتهت اكلينيكيا بسبب الحاجه دي، لان انديه الشركات معاها ما يكفيها، انما الانديه الجماهيريه كانت عايزه تجاري اللي بيحصل فما قدرتش، فنزلت للدرجات الادنى، وبالتالي استحوذت الشركات على الدوري المصري. انا بقول لك ان غياب سقف الرواتب بيظلم المدرب قبل اللاعب، واللي بيتظلم الظلم الكبير هو النادي. وهوب فجاه تلاقي القيد اتقفل، وهوب فجاه تلاقي اللعيبه هربت منك، وفجاه تلاقي ناديك مجرد تاريخ في كتب الارشيف. تطبيق نظام الرواتب في مصر مش بس رفاهيه، ده طوق النجاة علشان دوريك يكون دوري محترم، وعشان ما يكونش دوري شركات بس يا سيدي ده كان ملخص حلقتي بتقول ان لازم في مصر يتم تطبيق سقف الرواتب او نظام اللعب المالي النظيف. هل ده هيحصل؟ الله اعلم، بس احنا بنقول اللي بيميل علينا ضميرنا. لو انت مع اللي انا قلته اكتب لي رايك في الكومنتات، لو انت ضد برضو اللي انا قلته تعال نتناقش في الكومنتات. في المجمل النقاش شيء مفيد جدا. انا هستنى رايكم في التعليقات. انا ابراهيم الفخراني، استنوا حلقه جديده ويا رب الحلقه تكون عجبتكم.